بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا عليم. في آخر درس في المقرر، وأسأل الله عز وجل كما وفقنا لحضور مجلس اليوم أن يوفقنا للعمل بما علمنا. مبحث فضائل القرآن الكريم، وهذا المبحث مر معنا. تذكرون في أي مبحث؟ فضائل القرآن، في أسماء القرآن، لأن كل اسم من أسماء القرآن عبارة عن فضل للقرآن، وكل صفة من صفات القرآن هي عبارة عن فضل للقرآن الكريم. ومر معنا أهمية دراسة المادة، والمادة متعلقة بالقرآن، فأهمية دراستها من أهمية القرآن الكريم. فإذا هو متقرر، لكن هذا يعني ختامها مسك كما يقال. تعرف فضل ما درسناه بفضل الله سبحانه وتعالى علينا. الأول، فضائل العامة في القرآن، في ذكر فضل القرآن، فضائل موجودة في القرآن عن فضل القرآن. ومن أشهرها في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لا ريب فيه يعني لا شك فيه ولا اضطراب ولا تردد، هو الفصل ليس بالهزل، هو الحق، هو الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل، هو المسألة التي إذا كانت خلافية إذا فصل فيها القرآن انتهى الخلاف فيها. لا يأتي أحد ماذا بعد الحق إلا الضلال، يذكر القرآن في الأمور التي حسم فيها انتهى الموضوع. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ثم قال الله عز وجل هدى للمتقين. فإذا هذه الآية تستطيع أن تحفظها وتستنبط منها كم فضل؟ لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب ممكن يستخرج فيها فضل، لكن أنا أريد لكم السهل. لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ريب فيه يعني لا شك فيه، فهذا فضل أنه هو لا شك فيه ولا تردد. ونستطيع أن نعكس الاستدلال، لا ريب فيه فإذا هو كله حق وصدق ويقين، فإذا هو لا تردد فيه، وهو فيه الكمال اليقين وكمال الحق وكمال الصدق. هدى للمتقين، وفيه هداية وتوفيق للمتقين. كذلك من الآيات التي وردت في فضائل القرآن في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفي قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. تخيل، من فضائل رمضان إنزال القرآن فيه، فالقرآن تشرف بأن نزل القرآن فيه، وليلة القدر اكتسبت هذه المزية العظيمة. لماذا؟ نزل فيها القرآن. فما بالك إذا نزل القرآن في صدرك وفي عقلك وفي حياتك؟ شهر صار معظما لنزول القرآن فيه والفضائل التي ذكرت. كذلك قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فيه رحمة. لهذا من لا أقل، إذا إن كنت لا تقرأ القرآن يوميا، لا أقل من أن تسمع القرآن. والآن وسائل السمع تيسرت، كل يوم ابدأ يومك بالقرآن. البعض للأسف من ما يسمى بالناجحين والعظماء والمؤثرين وما أدري إيش، يقول لك كيف تبدأ يومك؟ يقول لك والله أسمع موسيقى هادية، ولا أسمع يعني عود وكمانجا وما أدري إيش، يذكر لك أدوات الطرب. إذا هذا حالهم، حالنا مختلف. المفترض بعد دراسة هذه المادة تبدأ اليوم بسماع القرآن، بالقرآن، بكلام رب الرحمن جل وعلا. قال الله عز وجل أيضا في فضائل القرآن: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. عظيم في إيش؟ في ألفاظه، في معانيه، في أخباره، في صدقه، في قصصه، في ترغيبه، في ترهيبه.
عظيم في جميع نواحيه، في الأجر المترتب عليه، في الشفاء الذي ينال بسببه من الله سبحانه وتعالى. عظيم هذا القرآن. مسكين من يذهب ويقرأ في الكتب ويزهد بالقرآن، مسكين من يحفظ الشعر ويحفظ الكلام أما القرآن لا يحفظ منه شيئا، ولا تتحرك الرغبة ولا الإرادة لحفظ القرآن. قرآن عظيم. من وصفه بالعظمة؟ الله العظيم جل وعلا. فإذا وصف القرآن بأنه عظيم، الله عز وجل يعلم ماذا يصف بأنه عظيم أو حقير. طيب، كذلك من عظمته أن الله عز وجل أقسم به، قال: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. يقسم الله عز وجل بالقرآن من عظمته. كذلك في السنة أتت أحاديث في فضله. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الترمذي، ومتكلم في إسناده، لكن يعني قواه ابن كثير هذا الحديث. قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة. شوف الفتن اللي احنا فيها الآن، يأتي أهل الكفر كلهم إلا قليلا، خاصة أهل القوة منهم، ويتعاونون ضد المسلمين، ويزودونهم في السلاح، ويزودونهم في النصرة، ويزودونهم في الدعم المادي والمعنوي، وكما يقال اللوجستي وكذا. لكن الفتنة عند بعض عقول المسلمين الذي يقول: لا أنا ما أصف مع المسلمين، ويا ليت أن اليهود ينتصروا على المسلمين. هذا يقوله بعض المسلمين. لماذا؟ قال: لأن هذا المسلم عنده أخطاء، عنده بدع، عنده تعاون مع ناس غير جيدين مبتدعة. طيب، وبناء عليه تفرح الكفار الذين يقتلونك ويقتلون المسلمين. سبحان الله. فتن. الفتن ما هي؟ هو الواضح عند كثير، أظن كلكم واضحة من الحق من الباطل، لكن الفتنة إيش؟ اختلاط الحق بالباطل. هؤلاء الذين يصفون بهذا الموقف المخزي العار مع الكفار ضد المسلمين بناء على شبهات، اختلط عليهم الحق بالباطل. عندهم شبهات، عندهم يعني تردد. كيف طيب ننصر هؤلاء مسلمين صحيح، لكن هؤلاء مسلمون لكن عندهم كذا، عندهم كذا. طيب، واليهود ماذا عندهم؟ لكن هذه هي الفتن، أن يختلط على الإنسان الحق مع الباطل وإن كان واضحا. وهذا لا تظن أنت الحق واضح والباطل واضح وانتهينا. كثير من الأمور الواضحة جدا هي مشكلة عند غيرك وغير واضحة. أنا أسألكم الآن: هل الله عز وجل واحد؟ واضحة ولا مو واضحة؟ التوحيد لله عز وجل، أنه هو الخالق وهو الوحيد سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، واضحة؟ هل تعلمون أن أكثر أهل الأرض غير واضحة عندهم؟ أكثر أهل الأرض، أكثر السكان في الكرة الأرضية غير واضحة عندهم. لا، الله ثلاثة يستحقون العبادة، أو عزير ابن الله، أو لابد هناك واسطة، سواء صنم، سواء حجر، سواء قبر، سواء عظيم، سواء ملك، وأكثر البشرية اليوم غير موحدة. وإن تطع الله عز وجل يقول: أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. مع أن الحق لمن تجرد له وسأل الله عز وجل له الهداية واضح جدا، لكن أحيانا الله سبحانه وتعالى يلبس الحق بالباطل والباطل بالحق على الظالم، على من لا يريد الحق، على المعاند، على المستكبر. يأتي الحق واضح لكن يقول لا لهوى نفسه لشيء، فالله عز وجل عقوبة له يجعل له الواضح غير واضح. شوف في سورة قاف والقرآن المجيد: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، بعدين كملوا: فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. الله عز وجل قال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فنتيجة التكذيب والهوى الذي في قلوبهم والظلم الذي ظلموا أنفسهم اختلط عليهم ومرجت عليهم الأمور.
لا يعرف الحق من الباطل. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون سنون خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: المرء التافه يتكلم في أمر العامة. هذا الحديث حتى التافهين اليوم يستدلون فيه ويتكلمون فيه. واحد عرجوز يطلع ويرقص ويضحك وكذا ويستهزئ بالقرآن ويستهزئ بدماء المسلمين، ثم يقول لأهل العلم أو لأهل الخير أو لأهل الحكمة أو لأهل العقل في الأمة: انظر إلى الرويبضة، وهو أكبر رويبضة نعرفه، وهو يقول: انظروا إلى الرويبضة. مشكلة إسناد الأمر إلى غير أهله. زمن عجيب، الرويبضة يظن نفسه حكيم، والصادق يكذب، والكاذب يصدق. يقول: جزاك الله خير، هذا اللي بيعز الإسلام والمسلمين. طيب كيف نعرف؟ طيب هذه الفتن، هذا اختلاط الحق بالباطل. ترى بعض المشايخ يقولون يمين، بعض المشايخ يقولون يسار، واحد ملتحي نفسي يقول لك الحق يمين، واحد ملتحي نفسي يقول لك الحق يسار. ماذا تفعل أنت؟ هذا فلان اسمه دكتور وهذا فلان اسمه دكتور، واحد يقول لك يمين واحد يسار، واحد اسمه عالم واسمه هذا اسمه عالم. ماذا تفعل أنت؟ أنا أسألكم، كيف تعرف الحق من الباطل؟ أنا أتيك أقول لك والله هذا الحق، ويأتيك واحد ثاني يقول لك والله الحق عكس كلامي. شو تسوي؟ حكومة تقول مثلا أتبع الحكومة في حكومة تقول لك والله هذا الحق، وفي حكومة ثانية تقول والله الحق عكسه. ماذا تفعل أنت؟ شلون تعرف الحق من الباطل؟ هذا الحديث يجاوب لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنها ستكون فتنة، اختلاط الحق بالباطل. ما تدري. فقل، شوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ كيف نخرج؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فتبي المخرج في القرآن. طيب في القرآن يعني إيش؟ تجيب القرآن وتقراه؟ لا. تجيب القرآن وتحطه يم مخدتك قبل النوم؟ لا. أن تتعلم القرآن من العلماء. اذهب اقرأ كلام ابن كثير، الطبري، البغوي، القرطبي، اذهب وتعلم العلم. القرآن كتاب الله هو ينبوع العلم، حتى أنت تعرف الحق من الباطل، الصادق من الكاذب، هذا الدكتور صح ولا هذا الدكتور صح، هذه الحكومة صح ولا هذه الحكومة صح، هذه الجماعة صح ولا هذه الجماعة صح. لا تأخذ دينك من فلان أو فلان، ولا مني ولا من أحد. ماذا؟ أخذه من العلم الصحيح. تعلم العلم الذي ينمي عقلك وينمي قلبك، وأنت بعد ذلك تستطيع أن تحكم. أنت تستطيع أن تقول فلان مبطل، لماذا؟ قال بخلاف العلم. فلان محق، لماذا؟ قال على مقتضى العلم. فأنت ماذا تفعل؟ تأخذ العلم على حق، على أصوله، من أعظم العلم الموجود في القرآن. أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. هذه أمور يا إخواني عظيمة، عظيمة جدا. أن يموت المسلم ويأتي مسلم يقول أحسن. والله يا إخواني عظيمة. يعني لو كان عندنا قلوب والله ما يطيب لنا أكل ولا شرب ولا نوم. تخيل واحد يأتي يقتل واحد، تخيل الحين واحد يدخل برشاش. احنا الآن القلوب مع المعاصي تجمدت، تجلطت، القلوب صارت حجر. لو واحد يدخل الحين برشاش، وانا بصاحبي قبل سنوات فعل فيه هكذا، قاعد بمطعم قاعد ياكل، دخل واحد برشاش رش المطعم كلهم ومات. تعرفون الشيخ وليد العلي دكتور هنا عندنا، والشيخ فهد الحسيني الله يرحمهم، تخيل قاعدين مثلنا، دخل واحد رشهم
تخيل الحين لو واحد يدخل علينا ويقتلنا كلنا ويبقى اثنين، يبقى منا اثنين ما قتلهم، هؤلاء الاثنين الأصل يقول عنا إحنا مظلومين والمظلومين مظلوم. تخيل هذول الاثنين يختلفون، بعضهم يقول لا بلا الدكتور رفع حسه شوي فهو والله يهديه يعني هو اللي تسبب في قتله، الثاني يقول له ما تخاف الله. شلون أنت الدكتور؟ يقول ليش لا لابس شماغ أحمر؟ أنا شفت الدكتور مرة أخطأ، أو لا شفت فلان طيب الدكتور مظلوم إن شاء الله شهيد، لكن شفتوا فلان قاعد بالزاوية اسمك عمر أنا شايفينه إحنا عنده ذنب معين أو عنده خطأ معين فمات يا معود الحمد لله فتكينا منه. معقولة أنتم تتصورون هذا ممكن أن يصدر من عاقل؟ فضلا عن مسلم، فضلا من عنده دين؟ ممكن؟ لا يمكن في العقل، لكن في الواقع ممكن ونراه وربما رأيتموه، صح ولا لا؟ يموت المسلم يقولون أحسن، نسأل الله العافية، أعوذ بالله. طيب السنة أتت بهذا الحديث، وأيضا من فضائل القرآن التي أتت في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: وكلكم يحفظه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فيعطيني دليلا على فضل القرآن: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا في البخاري. أيضا هذا فضل عام للقرآن. هناك عندنا فضائل خاصة، يعني فضل للتلاوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. انظر هذه الأمور اللي يتنافسون فيها، اللي تستحق التنافس، تستحق الغبطة. الحسد هنا بمعنى الغبطة، أن تتمنى النعمة التي عند غيرك من غير أن تتمنى زوالها. رجل آتاه الله القرآن، نسأل الله عز وجل من فضله، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، في الصحيحين. فهذا فضل لتلاوة القرآن. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، شاق عليه وهو عليه شاق، له أجران. فضل للقرآن. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وصححه الألباني: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. انظر إلى جبال الحسنات التي تؤخذ من تلاوة القرآن. كذلك من أنواع فضل القرآن فضل لاستماع القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد، وهذا الحديث متكلم في إسناده، قال: من استمع إلى آية من كتاب الله تعالى كتب له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. وقال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أين الفضل على الاستماع من هذه الآية؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، وين الفضل؟ أن الله رتب الرحمة على الاستماع، صح، هذا واحد. أيضا أين الفضل؟ الأمر. هل الله عز وجل يأمر بغير الفضل؟ ما يأمر الله عز وجل إلا بالأمور الفاضلة. طيب كذلك هناك فضل، نوع من أنواع فضل القرآن، هذا الفضل العظيم للقرآن، فأخذنا الفضل العام طيب في القرآن وفي السنة، ثم فضل التلاوة، هذا اثنين. ثلاثة فضل الاستماع. الآن نأخذ الرابع، فضل الاجتماع للدراسة، درس القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر، يا الله ما أعظم القرآن. تريد سعادة؟ والله لن تجد سعادة مثل التي تجدها بالقرب من الله عز وجل، ومن أعظم ما يقرب إلى الله عز وجل القرآن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق: إلا نزلت عليهم السكينة، سكينة وراحة للقلوب. طيب هذا الفضل الرابع. القسم الخامس لفضائل القرآن فضائل خاصة لبعض سوره، مثل سورة الفاتحة. في البخاري عن سعيد بن المعلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: ألا أعلمك أعظم سورة
في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قال الصحابي، قال له تبي علمك وبس، ما علمه عليه الصلاة والسلام. شوف طرق التعليم والتدريس من النبي صلى الله عليه وسلم، فقط للتشجيع. ها تبي علمك؟ إيه، وبعدين أسكت وأمشي. فقال يا رسول الله إنك قلت ألا أعلمك أعظم سورة في كتاب الله، ألا أعظم سورة من القرآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قلت لي، قل لي شو ما هي؟ قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذا فيها فضل خاص لسورة الفاتحة، أنها أعظم سورة في القرآن. لهذا يا أخي لا يليق بي ولا بك إلى الآن ما قرأت تفسيرا لسورة الفاتحة. لو أقول لك عطني 20 فائدة من سورة الفاتحة تقدر؟ عطني 20 فائدة تقدر؟ أنا عندي كتاب رسالة دكتوراه طلع منها الباحث أظن 400 أو 500 فائدة من سورة الفاتحة. هذه السورة الوحيدة التي هي مفروضة عليك أن تقرأها في اليوم والليلة 17 مرة. فأنت لابد أن تقرأ تفسيرا لهذه السورة العظيمة. كذلك سورة البقرة لها فضل خاص. في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر. كيف يعني ما ندفن موتانا فيها؟ لا لا لا، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. والبيت الشقة الغرفة اللي ما يقرأ فيها سورة البقرة مقبرة. هذه المقبرة فيها سعادة ولا فيها تعاسة؟ فيها خوف ولا فيها أمن؟ فيها راحة ولا فيها اضطراب؟ كيف تريد أن أنت تسعد بالغرفة التي أنت فيها أو بالبيت أو كذا وأنت ما تسمع سورة البقرة كاملة أو ما تقرأ فيه سورة البقرة كاملة؟ ثم نشكو من والله يا شيخ أنا أعاني من اكتئاب، والله يعني في أمراض نفسية، والله كورونا. طيب الابتعاد عن سورة البقرة والابتعاد عن القرآن طبعا يأتي بالهموم والغموم والأحزان، وهذا الذي ترونه. هل تعلم أن الناس يلجؤون للأطباء النفسيين ربما أكثر من الأطباء للجسد؟ أمراض النفس والأحزان والأكدار والاكتئاب والقلق وإلى آخره أكثر من الإنفلونزا ولا الحرارة ولا شيء. طيب من أعظم ما يسعد هذه النفس ويزكي هذه النفس القرآن وسورة البقرة. كذلك سورة ثالثة لها فضل خاص في صحيح مسلم عن أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ تبي أعطيك طريقة يا أخي، اسمك محمد، تقرأ كل يوم 10 أجزاء من القرآن؟ تقدر تقرأ كل يوم 10 أجزاء من القرآن ولا صعبة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيك طريقة ويعطينا طريقة، كل يوم تقرأ 10 أجزاء بأيسر ما يكون، ما تأخذ منك 3 دقائق. قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ ثلث القرآن كم جزء؟ 10 أجزاء. قالوا كيف يقرأ ثلث القرآن؟ صعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فأنت لماذا لا تقرأها في الصباح والمساء بعد الصلوات حتى تنال الأجر العظيم لهذه السورة؟ في صحيح مسلم كذلك في فضل المعوذتين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آيات لم ير مثلهن قط، المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. فلهذا اقرأها في الصباح والمساء واقرأها في دبر كل صلاة. كذلك من الفضائل الخاصة فضل آية الكرسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي بن كعب قال له عليه الصلاة والسلام يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ انظر نفس الطريقة، طريقة السؤال والجواب. أي آية معك، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال هو هذا الآن ما يدري، ما سمع الفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل، فقال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه إجابته، هو استنبطها. أنا لو أقول لك الحين ما هي أعظم آية في القرآن في الأخلاق؟ ما هي الأخلاق؟ هاي تحتاج واحد عايش مع القرآن ومتأمل ويعرف آيات الأخلاق ويعرفها. لو أقول لك ما هي أعظم آية في الأحكام، ما هي أعظم آية في القتال، ما هي أعظم آية في الرحمة، ما هي أعظم آية في التوبة، تحتاج واحد له حال مع القرآن.
فإذا قيل ما هي أعظم آية في القرآن؟ سؤال مو سهل، لا يقل القرآن عن 6200 آية، فجاوب بالجواب الصحيح. ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم يا أبا المنذر. يقسم عليه الصلاة والسلام على تهنئته بمعرفة هذا العلم. فالواحد يفرح بمثل هذه المعلومة، أن يعرف أعظم آية في القرآن آية الكرسي. فلا تنسى آية الكرسي أن تقرأها في اليوم والليلة. كم مرة؟ كم مرة يشرع قراءة آية الكرسي في اليوم والليلة؟ ها؟ كم مرة؟ ركزوا بالسؤال. 5 خطأ. 9؟ كيف 9؟ لحظة كيف 9؟ 5 صلوات. واحد بعد انتهينا. 3 يشرع قراءة آية الكرسي بعد كل فرض، فهذه 5 مرات في الصباح، في المساء، عند النوم. هذا الذي أنا أذكره الآن. 9 ما هو؟ في 9؟ أنا الآن ما أذكر. آية الكرسي 3 مرات؟ لا، مرة واحدة. آية الكرسي مرة واحدة بعد كل صلاة، وعند الصباح والمساء، وعند النوم. أيضا تعرف أنها أعظم آية، فلا بد يا أخي تذهب وتقرأ تفسيرا لها. اقرأ تفسيرا لها. أنا أعرف بعض العلماء عمل درس في المسجد النبوي لآية الكرسي، أظن 20 أو 30 درس في شرح آية الكرسي. تخيل، يعني مقرر كامل من بداية الفصل إلى الآن فقط نشرح آية الكرسي. فآية عظيمة، أعظم آية. طيب، أيضا من الفضائل الخاصة فضل الآيتين في آخر سورة البقرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. تكفيك كل ما أهمك، لكن اقرأها بيقين، أي دفعتا عنه الشر والمكروه. آمن الرسول إلى آخر السورة. من لا يحفظها احفظها واقرأ تفسيرا لها، واعتني بقراءتها في كل ليلة. أيضا من الفضائل الخاصة فضل 10 آيات من أول الكهف أو من آخرها. في صحيح مسلم عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول، وفي رواية من آخر سورة الكهف، عصم من الدجال. انظر، الدجال من أعظم الفتن، فالقرآن ينجيك من هذه الفتنة. والتفقه بالقرآن وأن يكون لك حالا عظيما مع القرآن ينجيك من الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات. المسألة الثانية عندنا بعد أن أخذنا فضائل القرآن آداب التلاوة والاستماع. طيب، ما الآداب لقراءة القرآن؟ هذه معروفة، سنأخذها بصورة إجمالية. الأدب الأول الطهارة، أن يكون الإنسان متطهرا في بدنه ليس عليه نجاسة، وفي المكان الذي يجلس فيه، وفي اللباس، وفي الفم أن يطهره بالسواك أو بالفرشة والمعجون. تقرأ كلام الله عز وجل، الملائكة تأتي وتستمع من فمك إذا قرأت القرآن. فمن الأدب أن يطهر الإنسان هذه الأمور 4، ويزيد عليها 5 أن يطهر قلبه، وهذا من أعظم ما يكون. سهل أن تطهر بدنك من النجاسة والمكان من النجاسة، وأن تطهر فمك في المسواك، وأن تطهر هذه الأمور الحسية. لكن من الصعب تطهير إيش يا حمدان؟ القلب، تطهره من الرياء، من الحقد، من سوء الظن، من العجب بنفسك واحتقار الآخرين. لهذا الله عز وجل قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذا يوم في الجنة. فتحاول وتجاهد على تطهير هذه الأمور، كما قال الله عز وجل عن القرآن: لا يمسه إلا المطهرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طهروا أفواهكم للقرآن. لا تقرأ القرآن ورائحة الفم فيها ما فيها، أو فيه وسخ أو كذا. عظم القرآن على قدر تعظيمك له تنتفع به.
كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه صححه الألباني: إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. هذا الأدب الأول، الطهارة، وتشمل 5 أمور. الأدب الثاني أن تستعيذ بالله عز وجل قبل القراءة، وهذا معروف كما قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الأدب الثالث أن تقرأ البسملة بعد الاستعاذة: بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أجمع العلماء على مشروعيتها عند تلاوة كل سورة سوى براءة. الرابع: يستحب إذا كنت متعبا دايخ عندك تثاؤب أن تمسك عن قراءة القرآن، لأنك تخاطب الله عز وجل، فلا تقرأ القرآن وأنت كسلان وأنت تتثاءب وأنت كذا، لا، اقرأه وأنت نشيط. طيب، لكن ليس معنى هذا أن أنت إذا كنت نايم وكنت طيب لكن قرأت القرآن فأتى الشيطان فتثاءبت تترك القرآن، لا، المقصود أن تقبل على القرآن بأفضل وقتك وبأفضل حال. أيضا من الآداب أن يقرأ القرآن على تأودة وعلى التجويد وعلى الترتيل. وأيضا من الآداب التفاعل مع القراءة، بحيث إذا مرت عليك آية فيها فضل الله عز وجل، فيها فضل الله، فيها الجنة، تقف وتسأل الله من فضله. وإذا مرت عليك آية فيها وعيد أن تقف وتستعيذ بالله عز وجل من النار وما قرب إليها. الثامن، الأدب الثامن، أن ترفع القرآن، لا تضعه في الأرض أو تتسند على القرآن أو تمد رجلك للقرآن، عظم القرآن. وأيضا التاسع أن تتدبر لما تقرأ. جاء عن ابن عباس أنه أحد تلاميذه قال: إني لسريع القراءة، إني أقرأ القرآن في 3 أيام أختم القرآن. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أقرأ كما تقول، لأن الأصل في القراءة الانتفاع، ليس مجرد القراءة. أيضا من الآداب الاستماع والإنصات إذا قرئ القرآن، فمن الخطأ ما يفعله البعض: يضع القرآن خلفية ويقعد يتكلم، يقعد يسولف ويقعد كذا، وحاط القرآن هكذا فقط يتلى. لا، من الأدب للقرآن إذا قرئ أن يستمع له. الآن أنت مشغول، أغلقه إلى أن تنتهي من شغلك وافتحه واسمعه. طيب، أيضا من الأدب أن لا يعبث الإنسان ولا يكثر من الحركة لغير حاجة. وأيضا من الآداب، وهذا الأدب 12، الخشوع عند سماع القرآن واستحضار القلب والتفكر والتدبر فيما يسمع من الآيات. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم القرآن، وأن يرزقنا العمل بما فيه، وأن يخلقنا بأخلاقه، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة وفي فلسطين وفي جميع الأرض يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم رحمتك، وأنزل عليهم سكينتك، وأنزل عليهم برد طمأنينتك، ووحد كلمتهم ووحد صفوفهم، وسدد رميهم، وصبرهم على ما هم فيه من أذى وبلاء يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.